وهم في الاسانسير في واحد بيضايق البنت، والبنت بتضربه بالقلم وبتقول له انت مش محترم وبتمشي. وفي 2 موظفين بيضايقوا من اللي عمله وبيطلعوه من الاسانسير، وكانوا عايزين يضربوه، بس بيجي موظف وبيقول له الورق ده ليك يا مدير، وبتصدموا لما بيعرفوا ان ده المدير، وبيقول لهم تعالوا على مكتبي عشان عايزكم، وبيزعلوا لما بيعرفوا ان ده المدير عشان كده هيطردوا. ولما بيروحوا عنده المدير بيقول لهم انا كنت عايز اطردكم فصغرت رايي وهديكم مكافاه، وبيستغربوا وبيقولوا له ازاي، وبيقول لهم لو عرفتوا تجيبوا مي هنا المكتب بعد ما نخلص شغل هراقيكوا. وفي واحد بيقول له لا طبعا، بس صاحبه بيوقفه وبيقول له دي فرصه مش هتتكرر. وبعد ما بيخرجوا بيقول له انت اتجننت اعتبر اختك، وبيقول له دي فرصه مش هتتعوض، ده هيدينا مكافاه 20,000 دولار، يعني لو قعدنا سنه نشتغل مش هنعرف نجمعهم. وبيقنعه بالطريقه وبيقول له روح قول لها، وبيروح له البنت وبيقول لها المدير عايز يتكلم معاكي عشان يعرفك اللي حصل. والبنت بتعرف اللي حصل وبتعيط وبتقول للمدير كده مش هيسيبني في حالي، وبيكون مش عارف يعمل ايه. وبعد شويه بيشوفها رايحه تدخل للمدير وكان رايح وراه عشان يمنعها، بس صاحبه بيوقفه وبيقول له اهدى دي فرصه عمرنا، وبيطلع على وشه عصير وبيدخل عشان يوقف المدير، بس بيتفاجئ لما المدير بيحتفل بيه ومفيش حاجه، وبيقول له في ايه، وبيقول له احنا بس عملنا لك اختبار عشان انا عايز مدير محترم زيك حافظ على البنات، عشان انا هترقى وهبقى مدير الفروع كلها. والولد التاني بيتصدم لما بيعرف اللي بيحصل، والمدير بيقول له انا كنت سامع كل حاجه، وبيقول للولد التاني اللي كان بيمنعه انت مطرود.